كل شوية بسمع قصة وبقول لأ، مستحيل مستحيل. المعالجة البالغة من العمر 26 سنة اتقبض عليها بتهمة إنها اغتصبت عميلها اللي عنده 14 سنة بدل ما تقدم له استشارة صح. دي البنت اللي بنتكلم عنها. دي المعالجة اللي قررت بدل ما تحاول فعلا تعتني بالولد اللي عنده 14 سنة واللي كانت المفروض تساعده، إنها تستخدمه كلعبة جنسية. يا جماعة، عندي مشكلة حقيقية مع القصة دي. أخصائية صحة سلوكية عندها 26 سنة من كاليفورنيا بتواجه تهم جنائية كتير بعد من نيابة تهمتها إنها تعدت كل الحدود المهنية مع مراهق كانت مكلفة تساعده. المحققين بيقولوا إنه السلوك المزعوم بدأ لما الولد كان عنده 14 سنة وكان عايش في مركز احتجاز أحداث كانت هي بتشتغل فيه، وكمل بعد خروجه من المركز في بداية السنة دي. بيقولوا إنها اتقبض عليها بعد ما مشرف بلغ عن قلقه، وده أدى لتحقيق من الشرطة. القصص دي بتخليني تعبانة 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 تعبانة. كنا بناخد قرارات عن حالته النفسية وكنا واثقين فيها. LMD بتقول إن الثقة دي اتكسرت. ابنها كان محتجز في مركز الأحداث جون A ديفيس في مارتينيز لما مقاطعة كونترا كوستا عينت أخصائية صحية مؤقتة علشان تقدم له استشارات. هو كان عنده 14 سنة بس وهي كان عندها 24 سنة. الست دي استغلت أكتر لحظات ابني ضعف علشان تستدرجه وتخليه يصدق إنها صاحبته. المحامين بيقولوا إن عملية الاستدراج المزعومة دي حصلت على مدار حوالي 2 سنين، ولما الشاب خرج في إبريل ده كان عنده 17 سنة ولسه تحت إشراف المراقبة. دلوقتي المحامي الشهير في قضايا الحقوق المدنية جون بوريس هو اللي بيمثل العيلة. الشكوى اللي قدمها مكتبه يوم الاثنين بتقول إن المستشار فضل يقابل الشاب بحجة العلاج النفسي، وبعد كده بدأ يحصل بينه وبينه اتصال جنسي. وكمان بتتهم موظفي المقاطعة والولاية إنهم ما لاحظوش أو ما بلغوش عن علامات التحذير اللي كانت بتتكرر. المسؤولية على كل مشرف في النظام ده اللي عليه واجب التبليغ وما لاحظ أو تجاهل سنين من العلامات الحمراء. شرطة كونكورد بتقول إن مسؤولي المراقبة بلغوا المحققين. الشرطة قبضت على الموظفة السابقة في بداية الشهر ده بعد ما لقوا أدلة بتدعم الاتهامات بوجود علاقة جنسية مع المراهق. هي لسه ما توجهش ليها تهم وإحنا مش هنذكر اسمها. Eyewitness News كمان مش هتذكر أسماء والدي المراهق علشان تحمي هويته. التدريب اللي عليهم واجب الإبلاغ مش كافي. يعني هي عندها 26 سنة وده معناه إنها بدأت ده وهي عندها 23 سنة. ليه تبعتي معالجة؟ عندها 23 سنة بالكاد عارفة اسمها، تتعامل مع ولد عنده 14 سنة في مركز احتجاز الإحداث. يعني بالنسبة لي ده في حد ذاته تصرف غير طبيعي. بس اللي فعلا مش طبيعي في الموضوع أننا متعودين أن المغتصبين يكونوا رجالة، وأوقات بنسمع القصص دي ونحس أن في حاجة منحرفة جدا. الولد ده تعرض لصدمة هتفضل معاه طول عمره. هو ولد عنده 14 سنة، هو في مركز الأحداث، هو دمر حياته وهو عنده 14 سنة، والمعالجة الجميلة دي عايزة تنام معاه، وهو حاسس إنه كسب كل حاجة، هو حاسس إنه أسعد ولد في الدنيا. بس في الحقيقة هو بيتعرض للإساءة وبيحتاج سنين عشان يدرك ده، ودلوقتي حياته كلها اتلخبطت. قدرته على إنه يكون عنده علاقات طبيعية، قدرته على إنه يشوف الستات بطريقة صحية، كل ده راح عشان واحدة ما عرفتش تظبط نفسها وتدور على حد أنسب لسنها وأنسب مهنيا. يعني إيه اللي بيحصل ده؟ لحماية الأطفال. المنظمة الوطنية غير الربحية داركنيس تو ليت بتقول إن المؤسسات محتاجة تدريب متخصص يركز على منع الاعتداء الجنسي قبل ما يحصل. أنا مش شايفة إنك محتاج وقاية، أنا شايفة إن البني آدمين المفروض يقدروا ما يعتدوش على أولاد عندهم 14 سنة في الإصلاحية. لأن المشكلة كلها إن كتير من الناس اللي بيعملوا كده بيروحوا يشتغلوا في وظائف مش بس بيكونوا فيها مع أطفال، لكن كمان مع أطفال ضعف. المناصرين بيقولوا إن الأطفال غالباً ما بيعرفوش يميزوا أساليب الاستدراج أو بيخافوا محدش يصدقهم، وده بيخلي الأهالي يشكوا في العلامات التحذيرية. أنا حابب أعرف لو عندك رسالة للأهالي التانيين اللي ممكن يكونوا قلقانين إن حاجة زي دي ممكن تكون بتحصل. صدق إحساسك. كان عندي إحساس إن في حاجة مش مظبوطة، بس تجاهلت الإحساس ده علشان ما قدرتش أصدق إن واحدة محترفة في مجالها ممكن تعمل اللي هي عملته. أيوة، المحامين دلوقتي بيدوروا على ضحايا تانيين محتملين، فالمطالبة دي هي الخطوة الأولى المطلوبة قبل ما العيلة تقدر ترفع قضية ضد المقاطعة، والمقاطعة بتقول إنها مش قادرة تعلى أكتر في الوقت الحالي. يا له من قصة فظيعة ومقززة وتكسر القلب. مش مقبولة
بأي شكل من الأشكال. يعني دي واحدة عندها 26 سنة، أخصائية مؤهلة، وبتواجه اتهامات بجنايات بعد ما اتهموها إنها استدرجت ولد مراهق. مدعون في منطقة خليج سان فرانسيسكو اتهمت الأخصائية السلوكية السابقة صوفيا دروتس، وده اسمها، بتهم صادمة، منها علاقة جنسية غير قانونية مرتبطة بالقضية دي. ده جنون فعلا. هي جميلة وصغيرة في السن وكاريزمية، وكانت ممكن تلاقي أي راجل هي عايزاه لو فعلا كانت مهتمة بكده، لكن لا، راحت ورا ولد هي بتشتغل معاه. صوفيا دراوتس عندها 26 سنة، وكانت شغالة معالجة نفسية في سان فرانسيسكو، وكانت موظفة في مركز للأحداث، وهناك بدأت تستدرج ولد عنده 14 سنة. وفي خلال 3 شهور بس من خروجه من مركز الأحداث انتهى بيها الحال إنها اعتدت عليه جنسياً أكتر من مرة. دلوقتي صوفيا بقت المعالجة النفسية بتاعته في 2024. في الوقت ده الولد كان بيقضي 2 في مركز الأحداث كونترا كوستا، وده في مارتينيز كاليفورنيا، لكنه في الآخر خرج السنة دي بعد ما قضى مدة عقوبته. لكن بين 1 إبريل و14 يوليو صوفيا استغلت الولد، وخلي بالك هو لسه قاصر. مشكلة كبيرة تانية بنشوفها دايما في قضايا المفترسات من الستات هي إنها كانت في موقع سلطة. هي كانت في موقع يخليها تقدر تسيطر عليه وتكون المكان الوحيد اللي يحس فيه بالأمان وتستغله. السلطات استلمت بلاغ من مشرف في مركز المراقبة القضائية عن صوفيا، وفي الآخر اتقبض عليها يوم 14 يوليو 2026. وعائلة الولد فعلا رفعت قضية مدنية ضد المقاطعة دلوقتي. محامي العيلة بيقول إن المقاطعة ما أخدتش احتياطات كفاية، خصوصا مع الموظفين الصغيرين اللي شغالين في وظائف المراقبة القضائية دي زي صوفيا. وما ينفعش نقول إن صوفيا ما كانتش عارفة هي بتعمل إيه. البنت دي سابت الجامعة ومشيت. أنا أعتقد إنها كانت في جامعة ويسكونسن ودرست علم النفس ومعاها شهادات في العدالة الجنائية. صوفيا خرجت بكفالة، ومع ذلك هي بتواجه تهم بالإيلاج الجنسي بجسم غريب وإرسال مواد ضارة لقاصر وممارسة الجنس الفموي مع شخص أقل من 18 سنة وحيازة مواد استغلال جنسي للأطفال. 26. وده اللي عندي يا أصدقائي. الدنيا مكان مظلم، حتى لو كنتي جميلة ولونك أحمر، الدنيا مكان مظلم. شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده. أنا أسفة، الدنيا مش مكان مظلم، هي مكان كويس، بس في ناس قلوبها سودة فيها. طيب دلوقتي بجد، شكرا لاهتمامكم بالموضوع ده.